الإرهاب جريمة جنائية ضد مبادئ النظام الدستوري والأمن الشخصي والمجتمع والدولة، وهدفه الرئيسي هو القضاء على استقرار وأمن الوضع وإضعاف الهياكل التشريعية للإدارة الحكومية. عادة ما يتم تصميم وتنفيذ الأعمال الإرهابية من قبل العدو بشكل سري، ونتيجة لذلك يطول كشف وتحقيق الجريمة وتحديدها، مما يفاقم العناصر الإجرامية والمهام المباشرة في العديد من الحالات إلى عشرات من السنين. وبفضل المستوى العالي من الاحتراف، قامت إدارة التحقيقات التابعة للجنة الدولة للأمن القومي في جمهورية طاجكستان بكشف عملية إرهابية تم تنفيذها في عام 1996 من جانب أعضاء حزب النهضة الإسلامي الإرهابي في جمهورية طاجكستان. وليس من السر أنه في التسعينيات من القرن الماضي كانت طاجكستان قد استقلت حديثا، وكانت تقع في بناء الدولة الأولى، وفي الوقت نفسه كانت تحاول في إخماد الحرب الأهلية في البلاد. وباستخدام هذا الوعد قامت مجموعة من المجرمين لحزب النهضة الإسلامي الإرهابي في جمهورية طاجكستان، وبتوجيهات وتعليمات وتمويلات رعاته الأجنبية المعلومة بتنفيذ جميع أنواع أعمال الإرهاب المروعة. كان لديهم الأهداف التي تسعى لزعزعة الوضع وزرع الخوف والرعب في قلوب الناس، وعدم وجود الثقة بالنسبة لإدارة إنفاذ القانون للدولة. يجدر الذكر أنه في 18 يونيو عام 1996 تعرضت حافلة عسكرية من طراز أورال رقم لوحتها 0702 بي سي التي تنتمي إلى الوحدة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع في جمهورية طاجكستان لهجوم مسلح من قبل مجهولين. عملت في الوحدة العسكرية رقم 07009 التابعة لوزارة الدفاع في جمهورية طاجكستان كسائق. ذهبت تجاه المدينة في صباح يوم 18 يوليو 1996 لنقل الجنود. لقد كنت أقود سيارة من ملف مستشفى الولادة رقم 3، ووقفت في المحطة، وفي هذا الوقت كان على الجنود العسكريين في وزارة الدفاع أن يركبوا على سيارتي، وقد بدأوا في ركوبي، فإذا وقع انفجار عنيف، ونظرت إلى جانب وآخر، ومن الجانب الأيسر بالقرب من حي قزاقان تصاعد دخان كثيف، وفي الوقت نفسه رمي قنبلة يدوية، ونزل من اليمين شخصان من جنبي وأنا نزلت خلفهما حيث وقع الانفجار. بعد الانفجار تم إطلاق النار تجاه الحافلة بسلاح ناري، ونتيجة لذلك توفي شخص واحد وأصيب كثيرون آخرون. ونتيجة لذلك تلاقى جنود الوحدة العسكرية مهمان حساشايف، عبد العزيز عبد الحميدوفيتش شكوروف، شاسوخين جورجي فيتاشلوفيتش، إيشانوف ناتاليا بوريسوفنا، شوتوف جورجي غريغوريفيتش، وفاسيلي سيميونوفيتش كابلانوف علي سولتونوفيتش، بريستوركوف سيد أو وشنينيكوفا في زينيوفا إصابات جسدية شديدة، وتوفي إيشانوف وناتاليا بوريسوفنا بسبب إصابتها. في 18 يوليو 1996 في الساعة 7 إلى 17 صباحا ركبت سيارتي في محطة مركز التشخيص، وتوجهت إلى محطة الباصات عند مستشفى الولادة الرقم 3 بالقرب من حي قزاقان. عندما توقفنا عند مستشفى الولادة مر أثناء ركوب أولئك الذين رافقونا إلى مكان الخدمة رصاصة ذات صوت مرعب على السيارة على بعد نصف متر أو متر، ونظرنا إلى الطريق حيث تصاعد الدخان والغبار إلى السماء، فإذا انفجرت قنبلة عند سيارتنا أيضا، وكادت أن تنقلب السيارة. وبعد ذلك تجدد ارتفاع صوت الانفجار وتم إطلاق النار نحو السيارة. وفيما يتعلق بهذه القضية، فتحت لجنة التحقيق قضية جنائية مع إمكانية الاطلاع على المواد من 15 إلى 63 من القانون الجنائي لجمهورية طاجكستان الجرائم الجنائية، وتم إطلاق الأنشطة البحثية. كنت ذاهبا في 18 يوليو عام 1996 إلى مكان العمل.
حيث تعرض لهجوم من قبل مسلحين غير معروفين قرب مستشفى الولادة رقم 3 الواقع في حي 103. وقد سمع صوت القنابل وانفجرت القنبلة تحت الحافلة، وبعد 40 إلى 45 ثانية وقفت الحافلة تحت إطلاق النار، حيث قتل شخص واحد وأصيب 9 آخرون. أنا شخصيا عانيت من أجزاء جسدي 3 وما زال مرئي جرح قطعات القنبلة يدوية في يدي هنا وهنا. وفي ظل فتح الدعاوي الجنائية تم التحديد أن سكان حي 102 بناحية سيناء هم صديقوف جمشيد وصفراء صديقوف وعظيموف فاطمة رشيدوفنا الرأوا مسلحين 2 اللذين هاجما الحافلة، حيث يعتبر واحد منهم رجابوف خورشيد أحتاموفيتش من مواليد 1970 وقاتل ناحية فردوسي بمدينة دوشنبه. في 18 يوليو عام 1996 في صباح الليلة كنت نائمة، وفي حوالي الساعة 7 مساء سمعت ضوضاء عالية، ودار في مخي أنه ربما انطلقت حرب أخرى. بعد ذلك ركض شخصان، كان في يد إحداهما مسدس وفي الآخر بندقية نارية. ركض من عندنا قاذفين فوق الحائط ودخل إلى منزل جارتنا. كنت أعرف أن أحدهما كان خورشيد رجابوف. جاء الجار أيضا وقال لي إن المسلح الشاب كان خورشيد، وهددني بسلاح ألا أرفع صوتي وإلا لن أتركك سليما. عندما تم اعتقال خورشيد من قبل ضباط نفاذ القانون وبدأ التحقيق، جاء قارب خورشيد إلى منزلنا وهددوني بعدم الشهادة. واستنادا إلى بيانات شهود العيون، احتجز رجابوف خورشيد أهيموفيتش في 30 من يونيو 1996 ووفقا للمادة 83 من القانون الجنائي لجمهورية طاجكستان، ولكنه أجبر رجابوف خورشيد وجمعياته الإجرامية الشهود العيان هم صفراء صديقوف وجمشيد صديقوف وفاطمة عظيموف بقوة السلاح والتهديد لقتال أفراد أسرهم على إنكار شهادتهم السابقة. وخوفا من ذلك تبيع فاطمة عظيموف منزلها السكني مع عائلتها وتغادر إلى روسيا للإقامة فيها. ونتيجة لذلك تم إطلاق سراح خورشيد رجابوف على أساس تغيير التدابير الوقائية بأمر تقييدي، أي الحصول على سند إذني عن عدم مغادرة مكان الإقامة. وباستخدام هذه الفرصة المتاحة يهرب المجرم خورشيد رجابوف من طاجكستان ويختبئ في أراضي بلدان أجنبية. وزعم الجاني أنه بعد مضي أعوام مديدة ستنسى أعماله الجنائية، ولكنه فإن القانون لا يكون غير فعال ضد المجرم، حيث ظل رجابوف خورشيد أحتاموفيتش يبحث لمدة 22 عاما، وكانت عمليات البحث مستمرة. وفي 26 من يونيو عام 2018 اعتقل خورشيد رجابوف من قبل ضباط الأمن الطاجك في طاجكستان، حيث غير اسميه الأول والعائلة. وفي القضية الجنائية تم التحقيق المتكرر مع الشهود. في 18 يوليو عام 1996 بعد أن استيقظت رأيت شخصين جالسين في الشارع، كان أحدهما بالزي البيض والآخر كان خورشيد رجابوف مع معطف أسود، واستنطقني الأول، وكان خورشيد ينظر من البعيد، وفي نفس الوقت صرخ خورشيد جاءوا، وبعد ذلك لم يلتفت إلى هذا الرجل وركض نحو خورشيد وأطلق راجمة يدوية على نفس الجانب، وتم نقل طائرتين جوا، ثم أطلقوا النار من القاذفة. وقد رأت أمي والتي كانت في الفناء إياهما، حيث هرب من عند أمي قاذفين فوق جدار جارتنا. وبعد إلقاء القبض على خورشيد رجابوف جاء شركاء وهددوا أمي بعدم إدلاء الشهادة وإلا يقتلون جميع أفراد عائلتنا. في بيانه أشار خورشيد رجابوف إلى أنه في الفترة عام 1993 إلى عام 1994 التقى مع 3 أعضاء حزب النهضة الإسلامي الإرهابي في طاجكستان بأسماء أليشير وعبد الله وشاميك، أسماءهم أخرى شامل وشامس، سكان منطقة أفتاباد ثالث وداك والشاعر شيخو في دوشنبه، وأدخلوا هؤلاء إلى مجموعتهم الإجرامية. كان أليشير قائد المجموعة، كان لديهم أسلحتهم دائما، لم يخف انتمائهم لحزب النهضة الإسلامي، كما قبل خورشيد رجابوف عضوية الحزب.
في عام 1996 عملت في مصنع الجعة بمنطقة تشيخو، فجاءني شميك حيث كان يقيم في هذه المنطقة، وبعد التحية وعدني أن يجدني مكان عمل جيد في وقت قريب. بعد بضعة أيام جاء إلي شخصان في السيارة في 6 مساء، كانت يدعى أحدهما عليشير والآخر عبد الله. ووفقا لخورشيد رجبوف فإن 3 من هؤلاء الأشخاص كانوا يتحدثون دائما عن قرابتهم لعبد الحليم نظرزادة أو حاجي حليم، وكان عليشير يذهب دائما إلى حاجي حليم ويبلغ تعليماته الخاصة لأعضاء المجموعة. وفيما يتعلق بالاغتيال للعسكريين، يتلقى خورشيد رجبوف من خلال عليشير تعليمات حاجي حليم، حيث يتربص ويدرس لمدة يومين مسار الحافلة للأفراد العسكريين، ويحدد الاتجاه والساعة والدقيقة من العمل في حي 102 بمدينة دوشنبه، ويسلم تخطيطها إلى عليشير. بعد إجراء هذه التعليمات قدم عليشير $300 إلى رجب خورشيد ووعد بالعمل مع حاجي حليم. وقالني أننا لا نطلبك عملا شاقا جدا، فقد أخبرنا ما وقت وصول وذهاب الحافلة القادمة من وزارة الدفاع الطاجيكية. ورددتهم أنه يعلم ذلك كل شخص، فقالني أننا بحاجة إلى خطة محددة لتحديد كيفية الإياب وذهاب الحافلة. وبعد يوم واحد جاءني في وقت لاحق عليشير عبد الله بنفس السيارة، لم يكن معهم شمي، وأخرجت خطة الإياب والذهاب لحافلة وزارة الدفاع من جيبي، وأوضحتهما أن الحافلة تدور من ملف حي 82 وتتحرك نحو حي 102، وستروح عند ملف مستشفى الولادة رقم 3 من أسفل إلى المدرسة. أخذوا الخطة وسلموني أكثر من $300 قائلين إنهما عضو حزب النهضة الإسلامي. قائدنا هو حاجي حليم، لا تخاف من أي شيء، قائدنا هو شخص قوي. ثم وفقا لتعليمات التالية من عبد الرحيم نظرزادة، ينفذ خورشيد رجبوف مع شركائه في 18 يونيو عام 1996 هجوما مسلحا للحافلة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع. عند إطلاق النار والهرب من المشهد، شاهد شهود حقيقيون خورشيد رجبوف مع شركائهم المجرمون الآخرون. وحاليا تستمر عمليات البحث فيما يتعلق بقضية المجرمين الآخرين الذين شاركوا في هذا العمل الإرهابي. لقد أثبت مرة أخرى أن القادة وأعضاء حزب النهضة الإسلامي الإرهابي لهم يد في تصميم وتنفيذ الأعمال الإرهابية، ومع ذلك لا يزال القادة المهربين لهذه المنظمة الإرهابية ورعاتهم الأجنبية المغرضة التخلي عن أهدافهم الأهرمانية، لكن عليهم أن يعلموا أن الخيانة والجرائم التي ارتكبوها لن تكون مغلقة أبدا، مثل عملية القتل التي استمرت 22 عاما وتم اكتشافه اليوم.